حواديت زمان. يلا بسرعة هات سماعاتك، غمض عينيك واستعد للنوم، ويلا بينا نسمع الحدوتة. اسمعوا واو. كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في قديم الزمان، سالف العصر والأوان، ملك من ملوك الزمان بيحب أكل السمك. وفي يوم من الأيام راح الصياد الغلبان ومعاه سمكة كبيرة لقصر الملك، وقدمها للملك هدية. أخذ الملك منه السمكة وكانت عجباه جدا، فكافئ الصياد واداله 4000 درهم. زوجته اتضايقت جدا وقالت له: انت ازاي تديله المبلغ ده كله؟ ده مجرد صياد ودي مجرد سمكة، تديله 4000 درهم؟ ده كتير جدا. قال لها: بس انا مقدرش ارجع في كلامي، ده يقلل مني ومن هيبتي واحترامي. قالت له: بسيطة، ابعت هات الصياد واسأله هي السمكة دي ذكر ولا أنثى، ولو قالك ذكر قل له لا أنا كنت عاوزها أنثى، ولو قالك إنها أنثى قل له لا أنا كنت عاوزها ذكر، ورجع له السمكة وخد منه 4000 درهم. بعت الملك للصياد وجابه وسأله: هي السمكة دي ذكر ولا أنثى؟ رد الصياد: لا ذكر ولا أنثى. ضحك الملك من رد الصياد وأمر له ب4000 درهم كمان. وهو خارج وقع منه درهم، وسط الصياد علشان ياخده، وكان الملك وزوجته واقفين وشايفينه. زوجة الملك قالت له: شفت خسة الصياد؟ بقى ده غلبان ده يقع منه درهم يوطي ياخده بدل ما يسيبه لأي غلام من اللي في القصر. اتضايق الملك منه وقال لزوجته: عندك حق، وينادي الملك على الصياد ويأمره انه يرجع تاني. ولما رجع قال له الملك: بقى معاك كل الأموال دي وتوطي علشان درهم واحد؟ ما هنش عليك تسيبه لأي غلام من اللي في القصر. رد الصياد: يا مولاي ربنا يطول في عمرك، أنا وطيت وأخدت الدرهم مش عشان غلاوة الدرهم عندي، أنا رفعته عن الأرض لأن صورتك مرسومة على وجهه واسمك مكتوب على الوجه التاني. خفت يجي حد بعدي ويدوس عليه برجله وهو مش واخد باله، وطبعا أنا أرفض أي إهانة لأي رمز يرمز لك يا مولاي. رد الصياد عجب الملك وأمر له ب4000 درهم. رجع الصياد لبيته وهو معاه 12000 درهم، وبرغم ان الملك خسر 3 أضعاف المبلغ اللي اداه للصياد مقابل السمكة، بس كان معجب جدا بذكاء الصياد ورده. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان، تنتهي الحكاية ولا يتوقف الزمان. استنونا في قصة جديدة من قصص عن ذكاء العرب في قناتنا حواديت زمان.